الفيديو ده للناس اللي بتحب تلوم نفسها كتير وتجلد ذاتها وروحها، خصوصا في شهر رمضان الكريم. لو انت مش من الناس دي برضو تسمع الفيديو، علشان لما تتعرض ده حواليك وتتعرض لناس بيتكلموا بنفس الطريقة تعرف تنصحهم وما تستغربش منهم. شهر العبادة وتجديد الإيمان، شهر التكفير عن الذنوب وزيادة الإيمان والتقوى، شهر ميزه الله تعالى عن باقي الشهور لأنه شهر العبادة والتقرب ليه من أي وقت. في ناس هتسمع مني العنوان هتتصدم وهتتفاجئ وهتقول إيه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا سهر؟ معقول في حد كده؟ ومعظم التاني أول ما يسمع عنوان الفيديو هينبسط جدا لأن أخيرا لقى حد بيتكلم عن مشكلته. الحقيقة المخفية عند معظم الناس وهي الشعور بعدم الارتياح أو الحب في شهر رمضان. ناس كتير بقابلهم وعلى المستوى الشخصي بيقولوا لي إنهم ما بيحبوش شهر رمضان، ودايما بيخافوا أو ما زالوا إنهم يخافوا إنهم يتكلموا عن حقيقة شعورهم قدام حد بخصوص الموضوع ده. يخاف كمان إن الشخص اللي قدامه يفهمه بصورة غلط فيقول له أنت إزاي تتكلم عن كده، عن شهر مفترج، شهر كريم، شهر أنزل فيه القرآن، شهر كله عبادة، شهر كله تقرب إلى الله، أنت إزاي يشعرك من ناحية شهر زي ده يبقى بالطريقة دي؟ وكمان بيخاف ان هو يدعي بالكفر. والحقيقة ان دي مشكلة ملهاش علاقة باني مبسوط او لا، مبسوط بالفرحة اللي عادة بشوفها في وش الناس في الشارع، مبسوط او مش مبسوط في الزينة اللي بشوفها عادة. الموضوع ملهوش علاقة بده، الموضوع أبسط من كده بكتير. ولكن بعض الجمل اللي بتتقال من صاحب الشعور هو بيقولها نظرا لعدم التمييز في حقيقة شعوره، إن هو شخص ما بيعرفش يعبر عن مشاعره الحقيقية اتجاه الموقف ده، لأن هو ما جربش يعرف إيه السبب، فبالتالي بقى يتعمد إن هو يسكت ويحتفظ بشعوره لنفسه وبيتغاضى عن إنه يعالج مسألة مهمة زي دي. الحقيقة إن بتتعدد الأسباب لهذا الشعور، بس أنا هتكلم معاكم في أكتر سبب شائع بيحصل للمعظم منا. الإنسان في العادي والطبيعي جدا لما بيتكلف بمسؤولية جديدة وخصوصا مش متعود عليها بيبتدي يحس باللخبطة وعدم التوفيق في أي حاجة من اللي كان بيعملها، ومن هنا بيبتدي يحس بالتقصير، خصوصا التكليف بالمسؤوليات معروف عنها بالشقاء والتعب. فحضرتك هنا لما بتتكلف بمأمورية جديدة طبيعي ردة فعلك تكون حاسس بعدم الحب أو الارتياح للمأمورية أو المسؤولية الجديدة دي. مشكلتنا في شهر رمضان ومسؤوليته الجديدة علينا في كل سنة إنك من خلاله بتكون كوب من الطاقة الصغير، ومطالب من الكوب ده إنه يصب في الأكواب الباقية حبة طاقة بتتمثل في العبادة، حياتك الاجتماعية، حياتك العملية، الأسرة، البيت، علاقتك بنفسك وغيره من المسؤوليات المكلف بيها. فبتعجز انك تعدل ما بين كل ده نظرا لمنسوب الطاقة وضغط العبادة المكلف بيها. همثلها لك بمثال بسيط وبناء عليه هبني حواري عليه معاك. تخيل انك ولي امر لطفل وطفلك وصل لسن التناضج، سن 11 سنة، سن تكرار الخطأ والأسئلة الكتير والاعتراض والموافقة. وطبعا هنا بما انك ولي امره فمسؤول عن تربيته الصالحة السليمة السوية نفسيا، وده اللي بيخليه بيحس بالضغط معاك غصب عنه من تربيتك ليه، واوقات كتير بيكرر نفس الخطأ اللي نبهته عليه اكتر من مرة، وساعات بيحس انه زعلان منك ومش عايز يقرب منك تاني ولا عايز يتكلم معاك بسبب ضغوطك عليه وإجباره لأوامرك. وساعات تاني بيشكرك على هدية حلوة قدمتها له، وساعات تاني بيشكرك شكر أكبر لما بيكون طالب منك في يوم من الأيام هدية وانت بتأخرها عليه عشان تجيب له هدية أكبر منك. فمن هنا بيحس اتجاهك بالشكر والامتنان الكبير جدا، وبل بيضاعف حبه ليك. طفلك لما بيعيد الخطأ وفي كل مرة بيكرر فيها الخطأ بيجي يعتذرلك، مرار عفوك عنه وتقبلك لاعتذارك بيخلي طفلك يستوعب ان هو بيعمل حاجة خطأ مقبول اعتذارها، ولكن من هنا يدرك عقله ان لازم يوقف الخطأ ده بكل حب واحترام وتقديرا ليك انت، وبيبتدي يتعود على التصرف الصح، وقدام بيفهم ان فعلا هو ده الصح وبيعمل ده حبا واقتناعا مش عشان مجبور عليه. ولله المثل الأعلى. انت هنا بتتعامل مع الذات الإلهية انها
أوامر بحتة، في ظل إنك لسه بتحاول تتقرب إلى الله بشكل تدريجي وبتطلع السلم من أوله، بغض النظر عن الطريقة والوقت المتأخر اللي انت شايفه من وجهة نظرك. وهو ده اللي بيحسسك بالضغط، وإنك مش حابب شهر مكلف فيه بعبادة بحتة ومش متعود عليها ومش متعود على تنظيم حياتك العملية جنبها. اسمع معايا انك ازاي تعرف تتصرف تصرف صحي اتجاه مشاعرك. التصرف الطبيعي لأي مسؤولية جديدة بتعدي علينا وهي طلوع السلم من أوله مش من نصه، علشان كده ممكن نقع كل الدرجات اللي نطيناها بالغلط. توزيع طاقتك في أماكنها الصحيحة بشكل سليم وصحي، وإن العبادة هي جزء من يومك طبعا أساسي، ولكن مش بالطريقة اللي بتضغط بيها نفسك، لحد ما قلبك وعقلك يبتدي يستوعبوا إن شهر رمضان هو فعلا شهر التقرب إلى الله باليسر مش بالعسر. وتكرار خطأك وتقصيرك في شهر رمضان الكريم هو مقبول توبتهم مرارا وتكرارا. راجع للمثل اللي اديتهولك مع طفلك، وإن الفرق هنا اللي متفق عليه إن شهر رمضان هو شهر الحد من المعاصي الكبيرة، ومن هنا ممكن تكون توبتك الحقيقية، ومن هنا بتقدر تفهم إن شهر رمضان هو شهر تهذيب للنفس والقلب والعقل. وما تنساش إن اليسر كمان عندنا ومن ديننا الجميل العمل عبادة، والدراسة فضلها كبير عند الله انت ومجهودك، وهنا بيتضاعف أجرك مش بينقص بتقصيرك في شهر رمضان. متظنش نفسك في خانة ان في تصارع من حواليك بيحصل ما بين ان في ناس بتتصارع في التوبة وفي قراءة القرآن وفي الصلاة، طبعا في جانب مظلم من حياتهم وفي تقصير لا يعلم به الا الله، ولكن مش عايزاك تتوتر وتتلخبط ما بين كل اللي بيحصل حواليك وتكمل في طريقك زي ما انت مهما غلطت ومهما قصرت. الذات الإلهية ما بيتعاملش معاها تعامل بشري، انت بتتعامل مع الله. اغلط وقصر وارجع، هتلاقي دايما باب التوبة مفتوح لك. ما تأثرش على نفسيتك في حتة اني مهما عملت في حتة لسه ناقصة، مهما عملت انا لسه بقصر، لسه بعمل ذنب انا اعرفه او ما اعرفوش، فملهاش لازمة ان انا احاول من جديد ومن ان انا اقرب. ومن بعد شهر رمضان برضو بتعيد في نفس اخطائك وبتكررها على انك فاقد الامل ان ربنا ممكن يقبل منك اي توبة. من هنا بتبتدي تجلد ذاتك وبتأثر بالتكرار والتزايد في اللوم على النفس، وما بتبقاش عايش مرتاح، تبقى حاسس بالإنسان اللي شبه بلا هوية. ما تتأثرش بكلام الناس وما بتتأثرش باللي بيحصل حواليك، وما تخافش من حقيقة مشاعرك. أي حاجة بتحسها دي بتكون ردة فعل طبيعية جدا ترجع عن شعورك بفعل مش متعود عليه. أخيرا مسك الختام، كل سنة وانتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله كل الأيام اللي جاية في حياتكم فرح وهنا وسرور.